بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا هناخده حاجة جديدة اسمها الجروب باي. المرة اللي فاتت قدرنا إن إحنا نقدر نستخدم الوير اللي إحنا نعمل فلتر وإن إحنا نرتبهم بالأوردر باي. المرة دي هنستخدم حاجة اسمها الجروب باي. يعني إيه؟ لو جيت أنا عملت هنا select asterisk from مثلا إيه؟ عندي اسم التيبل بتاعي customer بالمنظر ده، وجيت عملت run. اللي هيحصل هيطلع لي ماريا من جيرماني، وجون من يو اس اي، وجورج من يو كي، ومارتن من جيرماني، وبيتر من يو اس اي، وكل واحد معاهم السكور بتاعه. طيب افرض انا دلوقتي حبيت استخدم الجروب باي. الجروب باي باختصار اللي انا باجي اعمل ترتيب للداتا بتاعتي، بمعنى اللي انا دلوقتي عايز اعرف كام واحد من جيرمان والسكور بتاعهم كام، توتال اللي في الجيرمان، والتوتال اللي في يو اس اي، والتوتال اللي في يو كي. تمام، علشان اقدر اقسمهم بالدول. فانا هنا باجي لما اجي استخدم الجروب باي، باجي استخدمها بناء ان انا عايز ارتب كولوم معين بسكور معين. طيب دايما الجروب باي بيجي وراه حاجه اسمها اجريجيشن فانكشن. الاجريجيشن فانكشن دول بيبقى بالنسبه لي حاجه زي الصم، اجمع لي افريج، جيب لي الافريج بتاع الكولوم بحاله. تمام، او صم اجمع لي كل العناصر اللي هنا، جيب لي المين اكبر اقل قيمه، المينيمم فاليو في السكور، والماكسيمم في السكور، اعلى قيمه في السكور بتاعي. طيب انا دلوقتي حاجز ازاي استخدم الجروب باي. انا دلوقتي لما اجي اعمل سيلكت استرس فروم كاستمر، انا ممكن هشتغل ازاي. اولا انا ما ينفعش من ضمن الحاجات، انا ما ينفعش استخدم الجروب باي اللي انا ارتبهم عن طريق البلد، تمام، الا وانا مستخدم اجريجيشن فانكشن. انت عايز تستخدم لي مين؟ انت عايز تستخدم كانتري. طب حلو قوي. طب انت هتروح تقول له سيلكت، تمام، كانتري. جميل، جميل. هتجيب لي الكانتري دي منين؟ من الكاستمر بتاعي. طيب وبعدين بعد ما تجيب لي الكانتري، لو انا جيت عملت رون راح جاب لي الكانتري فعلا. بس انا دلوقتي عايز اقسمهم، يعني عايز اللي انا دلوقتي لا الجيرماني كلهم في حته واحده، اليو اس اي في حته واحده، اليو كي في حته واحده، كاني بجمعهم. فباجي استخدم الجروب باي. طيب انت عايز تعمل جروب باي لمين؟ للكانتري. يعني اجمع لي الكانتري، خلي لي المتكرر حاجه واحده. طيب لو انا جيت عملت رن، تمام، جمع لي ايه؟ جمع لي فعلا الجيرمان، وجمع لي اليو كي، وجمع لي اليو اس اي. طب هو جمعهم كاسم بس؟ لا، ما المفروض كمان انا عايز اجمعهم كمان كسكور. يعني جيب لي التوتال السكور اللي كان في الجيرماني ايه، واللي كان في اليو كي ايه، واللي كان في اليو اس اي. طيب ازاي اعملها؟ بعد ما جيت قلت له هنا سيلكت كانتري، انت عايز تجمع لي السكور صح؟ كانوا كانك بتقول له جيب لي السكور. تمام، وجيت قلت له هاتهم لي من الفروم كاستمر جروب باي كانتري. لو جيت عملت رن على كده هتلاقي ايرور. الايرور ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي انت مستخدم الجروب باي، والجروب باي عشان تستخدمها لازم يكون معاها اجريجيشن فانكشن. تمام. طيب انا دلوقتي خلينا نوقف السكور بالمنظر ده وعملنا رن. انا دلوقتي لما جيت جمعت الجيرمان واليو كي واليو اس اي، مش انا محتاج اجمع السكور بتاع الجيرمان؟ جميل جدا. فهاجي اقول له هنا صم بعد كوما كاني بعرف كولوم جديد. هاجي اقول له صم اجمع لي مين؟ اجمع لي السكور. طيب انت دلوقتي جمعت لي السكور، حلو قوي. لما تيجي تعمل جروب باي كانتري فهو طلع لك تجميعة السكور للجيرمان، وطلع لك تجميعة السكور لليو كي واليو سي. طيب لو جينا عملنا رن، هلاقي راح جاب لك مين؟ الجيرمان مجموعهم 850، واليو كي 750، واليو اس اي ب 900. جمع لك المتكرر، الجيرمان المتكرره البلد، جمع لي جاب لي التوتال بتاعت البلد دي، التوتال السكورز اللي طالعه لي من جيرمان واليو كي واليو اس اي. لو نلاحظ هنا الكانتري الطبيعي الاسم، لكن هنا بقى قال لي نو كولوم نيمز. تمام، ليه بقى؟
ايه ده وانا مش المفروض السكور؟ قال لك عشان انت استخدمت هنا اجريجيشن فانكشن، فانت عملت كولوم جديد، يعني كانك ضفت. لو جينا عملنا هنا قلت له select asterisk from customers، جيت عملت run، كاني هنا ايه، انا كان عندي الاول الكانتري وال والكولوم الجديد، وهنا عندي الداتا بيز بتاعتي الحقيقيه، عندي السكور بتاعي. فانا هنا ضفت كولوم جديد، يعني عمود جديد بيعمل لي وظيفه معينه. طب هو انا ممكن اسمي الكولوم ده؟ ممكن تديله اسم اللي انت عايزه. طيب هسميه ازاي؟ هاجي بعديه اديله اس دي حاجه بنسميها الالياس بتاعنا. الالياس كانك اللي بعدها هيجي ايه، الليبل نيم، اسم الكولوم بتاعك. تمام، انا مثلا عايز اقول ايه، مثلا some مثلا of scores بالمنظر ده. لو جيت عملت رن طلع لي ايه، الاسم بتاعي السم اوف سكورز. تمام، فاقدر بعد الاز اديله الاسم اللي انا عايزه. طيب جميل جدا، خلينا نعمل لده، مش محتاجينه دلوقتي، ونعمل رن. جمعهم لي، جميل جدا. طيب انا دلوقتي لو عايز بعد ما يجمعهم لي، او عايز اجيب مثلا اللي اكبر من 750 مثلا، اللي اكبر من 800. فلو جيت هنا قلت له وير السكور بتاعي اكبر من 800، تمام، وجيت عملت رن، هلاقي ايه ده، طلع لي ال 900. مع ان لو عملت هنا كومنت وجيت عملت رن، هلاقي ايه، ان الجيرمان 850. طب ما جاتش ليه؟ علشان انا هنا بستخدم مين؟ بستخدم السكور مش السم اوف سكورز. لو اخدت ديت وحطيتها هنا، ايه اللي هيحصل؟ اعمل لي رن، ضرب لي ايرور. ليه بقى؟ قال لك مفيش كولوم نيم بالاسم ده. وده يدل على حاجه، انت دلوقتي ده عملته امتى؟ بعد الجروب باي. طيب انا لو عايز افلتر بعد ما اعمل الاجريجيشن بتاعي، يبقى انا مش محتاج وير. الوير افلتر بيها قبل ما اجي اعمل الجمع بتاعي، قبل ما اجي استخدم الجروب باي. تمام. طيب لو انا دلوقتي عايز اعمل ايه، خلينا نرجع على select asterisk from customer customers بالمنظر ده، وجيت عملت رن، هلاقي ايه هنا، 350 900 750 500. لو انا جيت هنا استخدمت الوير قبل الجروب باي، فهاجي اقول له السكور بتاعي ماله اكبر من وليكن مثلا 350. فعلى ايه وهو بيجمع لي، شل مين؟ شل ال 350، عشان انت فلترت الاول بعد كده عملت الجروب باي. يبقى المرحله كانت ديت قبل ديت. تمام. طيب انا عايز، مش عايز كده، لا انا عايز بعد ما افلتر جيب لي الحاجه اللي اعلى من 800. تمام. طب جيب لي الحاجه اللي اعلى من 800 بعد الفلتره، بنسميها بدل ما تفلتر بوير، امال افلتر بايه؟ بحاجه جديده اسمها ايه، اسمها هافينج. هافينج دايما بيجي امتى؟ بيجي بعد الجروب باي. تمام، بفلتر بيه بعد ما عملت الكويري بتاعي. طيب افلتر بايه؟ الكور بتاعي بالمنظر ده اكبر من مين؟ اكبر من 800. لو جيت عملت رن، هلاقي ايه، طلع لي جيرماني 850، اليو اس اي 900. فكده انا بالنسبه لي اقدر استخدم الهافينج افلتر بيها بعد الجروب باي، بعد ما تعمل لي الشغل بتاعي، لكن وير بفلتر بيها قبل ما اقدر استخدم الجروب باي. لو جينا للبرزنتيشن بتاعتنا وشفنا ازاي الدنيا بتشتغل، عاجب اقول له select country والsum of score from table group by ايه، باجي اعمل جروب باي للكانتري، والهافينج بتاعي فلتر لي بمين؟ بمجموع السكور بتاعي اللي اكبر من 800. طيب التنفيذ بتاعي ازاي؟ اتفقنا اول حاجه from table جيب لي التيبل، وبعد كده نفذ لي الجروب باي. تمام، رتبهم لي بالكانتري، وبعد كده اعمل لي ايه، الهافينج، وبعد كده جاب لي ايه، السلكت بتاعه. طيب عندي نقطتين مهمين جدا. الوير زي ما اتفقنا بنيجي نعملها بيفور اجريجيشن ديت،
الاجريجيشن فانكشن sum بتاعتي ما اقدرش استخدم معاها وير. لكن في الهافينج انا اقدر استخدم افلتر بعد ما عملت الاجريجيشن بتاعي، فانا عشان كده قدرت افلتر الداتا بتاعتي. طب عندي حاجه مهمه جدا، هي هافينج مرتبطه بالجروب باي؟ لا، انا ممكن اجي اعمل هافينج من غير الجروب باي. ازاي؟ لو انا شلت الجروب باي كانتري اصلا، وجيت وشلت كمان الكانتري، هي لازم الموضوع مع شيك الجروب باي لازم اشيل الكانتري عشان انا باجي اقول له ايه، انت هتسلكت الكانتري وهترتب بيها. لكن انا دلوقتي انت هتيجي تعمل لي ايه، سيلكت سم سكور. تمام، امتى؟ هافينج الفلتر بتاعي لما يكون السكور اكبر من كام؟ 800. يعني بعد ما تعمل الاجريجيشن بتاعك، تمام، جيب لي اللي اكبر من 800. طيب انا لو جيت عملت رن، ايه اللي هيحصل؟ على ايه؟ جمعهم لي، جمع لي كلهم وطلع لي ايه اللي فوق ايه، ال 800. طب هنا الهافنج ده هنا عمل لي ايه؟ جمع لي على السكور كله، يعني جمع لي الكولوم بتاع السكور. لكن دلوقتي في الكانتري لا، انا كنت في الكانتري بجمع، بسلكت كانتري واجمع. تمام. يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم ان شاء الله في توتوريال جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.